طلاب تالتة إعدادي، طلابنا في كل مكان، في كل محافظة، في كل قرية، في كل مركز، في كل عزبة، في كل نجع، طلاب تالتة إعدادي، طلاب الشهادة الإعدادية. أنا جاي لك ألخص لك الترم الأول 6 وحدات، كلمات، جرامر، قطعة، باراجراف، كل حاجة عايز تعرفها في مراجعة تالتة إعدادي الترم الأول. تشوف المراجعة من هنا يا باشا، تقفل الامتحان من هنا يا باشا. أي امتحان يجي لك تتفرج عليه من هنا تقفله، إن كان محافظتك أيا كان مركزك، تشوف الفيديو هيجي لك كل أفكار تالتة إعدادي. بص يا عم، اول حاجه نبتدي بالكلمات. كلمه هويه دي معناها ايدنتيتي. ايدنتيتي لو انت عندك مشكله في نطق الكلمات، لان مستوى طلبه ثالثه اعدادي لو انت مستواك ضعيف مش عارف تنطق الكلمات، حاول تعمل حاجه اسمها تقسمها. ايدنتيتي. خلفيه باك جراوند. باك جراوند ممكن تيجي معانا بمنصب، تيجي معانا الاصل او المنشا. جروث النمو، ودي ليها نون جايه من الفيرب جرو. جرو معناها يزرع او يكبر او ينمو. فريد يونيك. يونيك مش عارف ليه بتكسفوا تنطوها. يونيك فريد او مميز من نوعه. اكتشاف الذات سيلف ديسكفري. ديسكفري دي معناها اكتشاف، سيلف معناها النفس، يعني سيلف دي معناها نفس. اكتشاف الذات سيلف ديسكفري. جراح القلب هارت مش هيرت، هارت سيرجن. سيرجن دي معناها جراح، سيرجيري دي عمليه جراحيه، وهارت القلب، جراح القلب هارت سيرجن. تمام. الثقه كونفيدنس ودي نون. لو قلت لك واثق من نفسه معناها كونفيدنت، دي الصفه. وفي كلمه تانيه كان معناها الثقه اسمها تراست. شاطر. انت لازم يكون عندك حافظ فوكاب كويسه، لازم تكون حافظ كلمات كتير عشان تقدر تحل اي محادثه، تقدر تحل اي قطع، عشان تقدر مستواك يتطور. بص يا حبيبي، كل ما تحفظ كلمات اكتر كل ما تبقى بتتقن. مش هتعرف تكتب بالانجليزي من غير ما تحفظ كلمات. قيمه معناها فاليو. قوه سترينث. في كلمه تانية معناها قوه. شاطر باور. ايوه كده، صح معايا كده وركز معايا كده، انا هسالك تجاوب، ركز معايا كده كاني قاعد معاك. الكلمه ديت لازم تكون عارف لها سينونيم، الكلمه ومعناها، انتونيم كلمه وضدها، لازم تكون انت عارف اكسبريشن التعبيرات، الايديومز الامثله، لازم تحفظ كلمات كتير، فوكاب كتير. وسائل التواصل سوشيال ميديا، مش سوشيال ميديا. يؤثر على افكت. بص يا جدعان، افكت ديت فعل انه حل، ولو قلت لك كده افكت دي بقى الاسم بتاعها، دي النون بتساوي كلمه امباكت، والاثنين دول حرف الجر بتاعهم اون، يبقى يؤثر على افكت. تاثير افكت او امباكت دول كده جايين كاسم. تمام. في مشكله لحد دلوقتي في الجزء اللي انا قلته ده؟ يبقى هويه ايدنتيتي، خلفيه باك جراوند، نمو جروث، فريد يونيك، اكتشاف الذات سيلف ديسكفري، جراح قلب هارت سيرجن، الثقه كونفيدنس، قيمه فاليو، قوة strength، وسائل التواصل social media، يؤثر على affect، يساند أو يدعم كلمة اسمها support. لو قلت لك كلمة supportive، لو قلت لك كده نفس الكلمة دي وحط لك كده supportive بقت داعم. فضولي curious شخص حشري، شخص عايز يعرف كل حاجة حواليه، شخص بيسأل كتير، بيستفسر كتير. في كلمة curious دي من الصفات اللي هي لحد ما انا ماشي بمبدا ما تدخلها فيما لا يعنيه سمعه ما لا يرضيه، خليك في حالك. بتساوي كلمه نوزي، دي برضك معناها حشري او فضولي. adjust معناها يظبط او يعدل. الكلمات دي من اهم الكلمات اللي ممكن تجي لك في الامتحان، من اهم الكلمات اللي ممكن تجي لك في رتب. traits دي معناها سمات. في كلمه اللي معناها سمات كلمه qualities. تحدي challenge، يقبل التحدي accept challenge، انا هتحداك. يستحق worth، لو قلت لك جدير بالثقة worthwhile. أمانة الاتش هنا silent. honesty جاية من كلمة honest دي معناها أمين، إنما الأمانة honesty. شفت أنا بعرف كلماتي إزاي؟ أنا ممكن من كلمة واحدة أطلع منها 5 6 كلمات. يعني مثلا يلعب بلاي، لو حطيت لها ER بقت بلاير، بقت لاعب. لو قلت لها ING بقت بلاينج، بقت اللعب. لو قلت بلاي حطيت قبلها بقت كده اسم، فكده بلاي جاب معنى مسرحية. أمين honest. محبط depressing بتساوي كلمة disappointed. فخور ب proud of. بص يا عم، proud of ديت هيجي بعدها noun، انما لو جه قلت proud to هيجي بعدها فعل في المصدر. I proud to
take part in competition. انا فخور ان انا اشترك في المسابقه. يعني كلمه براود لو جه بعدها اسم يبقى حرف الجر بتاعه اوف، انما لو فعل تو المصدر. يتغلب على overcome. في مشكله في الكلمات ديت؟ اقولهم مره كمان بسرعه. يساند support، فضولي curious، يظبط adjust، سمات traits، تحدي challenge، يستحق worse، امانه honesty، امين honest، محبط depressing. فخور ب proud of. تغلب على overcome. definition يا صديقي. اقول لك على معلومه لله والوطن، وقليل قوي المدرسين اللي بيقولوا لعيال الطلبه. بص يا حبيب قلبي، هو مش بيديك في الكلمات في اول حاجه كده في الكلمات، بيديك اول مربع اسمه كيوردز اللي هي الكلمات الاساسيه، وكيوردز ديت اللي بتلاقيها بتيجي في الديفينيشن في التعريفات. حلو، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. لو انت لاحظت هتلاقيه عامل كلمات مخصصه كلمه ديفينيشن كيوردز. كيوردز ديت الكلمات اللي هي موضع امتحان، هي الكلمات الجديده اللي عليك، هي الكلمات اللي عليك في المنهج، هي الكلمات اللي انت المفروض تحفظها. بقيه الكلمات بقى هي المفروض ان انت حافظها مسبقه عليك. يعني كلمات المنهجك هي كلمات الديفينيشن، هي كلمات الكيوردز، هي الكلمات الجديده، هي الكلمات اللي بتيجي في الامتحان. identity هو a person is، الشخص ده مين؟ قيمه value، have a high opinion of someone or something، هو عنده رأي عالي جدا من الشخص ده او الحاجه دي. باك جراوند خلفيه او الاصل او المنشأ. where someone comes from، خدت بالك ان هنا someone تعاملت مع عملية المفرد جه بعدها الفعل اخره اس، المكان اللي الشخص جاي منه، انت اصلك ايه وخلفيتك ايه. self discovery اكتشاف الذات. learning more about who you are، تتعرف اكتر. learning more about تعرف عنك، يبقى learning more about who you are تعرف اكتر انت مين، حاجه اسمها self discovery. لازم الديفينيشن دي تقراها. فضولي curious، interested in فجبت عن interested in مهتم بيه. discovering بعدها الفعل ان جي، اكتشاف new things اكتشاف حاجات جديده، ده الفضولي، ده curious. قيم values، the beliefs and principles that God who we love. الاعتقادات والمبادئ اللي بترشدنا للحياة، دي قيم. لازم يكون عندك قيم، لازم يكون عندك مبادئ، لازم يكون عندك أخلاق، لازم تحترم اللي أكبر منك وتتعلم الأدب والاحترام وتسمع اللي بيكلمك، لازم تركز في مستقبلك. كلمة برنسبل دي معناها مبادئ. ضبط adjusting، شوفها كده في لو انت معاك تليفون عايز تاخد الصوره ثانيه اصلا مظبوطها لك وهبعتها لك، تاخد الصوره تعمل لها فلتر، تعمل لها ايديت وتقص ومش عارف تحط ايه وتشيل ايه، ده اسمه ايه؟ adjusting. changing something a little to make it better، تغير حاجات بسيطه جدا a little عشان تخليها ايه؟ احسن. adjusting تغير في الديكور، تغير في حاجه. واثق confident. feeling sure تحس انت متاكد about your abilities or decisions، عن قدراتك وقراراتك. لازم يكون الشخص confident، لازم تكون واثق من نفسك. اول حاجه الثقه ده عامل اساسي جدا في نجاح اي حاجه في اي مؤسسه وفي اي حاجه. انت لازم تثق في الله ثم نفسك، وثق في كل يعني لازم في قدراتك ان انت قادر تعمل الحاجه دي. اهم ميزه اتعلمتها في حياتي ان انا عشان اعمل الحاجه ديت لازم احط نفسي فيها، لازم اغرق عشان انجح، لازم احط نفسي في قلب البحر يطلع منه وانجح، يا اما اغرق منه ما اطلعش، وده اهون عليا من الخساره والفشل. لازم عشان تعمل حاجه في حياتك لازم تعملها، تستنى القرار المناسب، الوقت المناسب، الفرصه المناسبه مش هتيجي. worth يستحق، a good enough كويس كفايه. to deserve معناها يستحق. the time الوقت والمجهود، حاجه تستحق فيها ان تبذل فيها وقتك ومجهودك. proud فخور. feeling good تحس انت كويس. about success دي النجاح. depressing محبط. something that makes you feel sad حاجه بتخليك زعلان. depressing محبط. صاحبك خانك، بنت سابتك، حسيت بمشكله وما حلتش حد واقف معاك، فانت depressing معناها ايه؟ محبط. something that makes you feel sad حاجه تخليك حاسس بايه؟ بالحزن. honest امين. always telling the truth دي حاجه اسمها collocation verbs على فكره. يعني الفعل بتاع truth بيجي معاها tell the truth يخبر الحقيقه، دايما يخبر الحقيقه. السينونيم والانتونيم. strength قوه تساوي كلمه باور، عكسها weakness ضعف. فكرة الحاجات دي كلها جايه اسامي، انما لو قلت لك قوي strong دي صفه، باور قوه،
ويكنس الضعف، انما ضعيف ممتاز. ممتاز يا انت حته سكر. خد قلبي. فريد يونيك بتساوي سبيشال. سبيشال محدش يقول لي سبيشال، نطقها صحيح سبيشال. نورمال طبيعي. يساعد او يدعم سبورت بتساوي كلمه انكارج. انكارج معناها ايه؟ ممتاز يلا يشجع. عكسها ديسكارج. ديسكارج معناها ايه؟ لا يشجع. ايوه كده صح معايا كده، ركز معايا كده. مثالي بيرفكت. بيرفكت بتساوي كلمه ايديال. عكسها امبيرفكت. انا اراهنك ان مفيش امتحان في اي محافظه يخرج من بره المذاكره اللي انا بقوله ده. اي حاجه من اي محافظه من اي مكان في المراجعه دي بالفيديو ده، اوعدك هتخرج من الفيديو ده مقفل. بس كل اللي عليك تركز معايا جدا. تركز معايا. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه. انت لو مركزتش هتسرح، هتوه نفسك، ما استفدتش حاجه. ركز معايا. اوت جوينج اجتماعي تساوي كلمه سوشيبل. تساوي كلمه اكسترا اوفر. شفتوا منطق الكلمه ازاي؟ بحاول اقسم حاجه اسمها سيلب والمقاطع. شاي معناها خجول. انتروفرت هتلاقي اكسترا انترا. تمام؟ يظبط. ادجست تساوي كلمه ادابت. عكسها ديستربت يزعج. بيرسونال شخصي بتساوي برايفت خاص. عكسها بابليك عام. امبروف يحسن بتساوي ديفلوب يطور. عكسها دامج يدمر او يحطم. افايدنس دليل بتساوي كلمه بروف. عكسها ديسبروف انكار. يثق تراست بتساوي بليف. عكسها ديستراست. البرافكس والسافكس. بص يا عم، برافكس هي حاجه بتيجي في بدايه الكلمه. حاجه بتيجي فين؟ في بدايه الكلمه. السافكس بتيجي في اخر الكلمه. ركز معايا بقى عشان البرافكس والسافكس لازم تكون انت فاهمهم وعارفهم كويس قوي. برافكس معناها البدايه، سافكس معناها النهايه. حاجه بتيجي كده بتغير في الكلمه. مقاطع يعني هو مقطع بتضيفه للكلمه بتحوله لحاجه ثانيه. ممكن يبقى اسم تحول فعل، ممكن يبقى فعل تحوله لصفه. يعني مثلا كلمه كايند دي معناها طيب او عطوف، دي صفه. كلمه كايند دي صفه، عاوز يحولها لاسم الطيبه بقت كايندنس. بص يا عم، ان ديت اختصار لكلمه ناون يعني اسم. في اختصار لكلمه فيرب يعني فعل. اي دي جي اختصار لكلمه ادجكتيف يعني صفه. اي دي في اختصار لكلمه ادفيرب يعني ممكن تكون ظرف او حال. ولا عايز حد فيكم شاطر يقدر يقول لي ايه الفرق بين الظرف والحال في التعليقات ورد على التعليقات. ما تنساش الفيديو لو عجبك لايك وشير وكومنت وشير لكل اصحابك وكل حبايبك وكل قرايبك. الفيديو لازم يطلع ترند، لازم نكون رقم واحد. الفيديو لازم يطلع ايه؟ ترند رقم واحد. مستر يوسف الشافعي دارس لغه انجليزيه. الاكسبريشن بقى، سولف بروبلم يحل مشكله، ستي كونفيدنت يبقى واثق، فيس تشالنجز يواجه تحديات، جيف ثامبس اب بينا سايلنت اشاره موفقه، فايند كومفورت يجد الراحه، يحدث فارق ميك ديفرنس يؤدي الى ليد تو. وليد تو من الكلمات اللي بيجي بعدها فيرب اي ان جي. يرمز الى ستاند فور جزء من بارت اوف. يبني الثقه build confidence تكيف fit in. في كلمه تانيه بعدها تكيف تأقلم على. اللي عارف يكتبها لي في الكومنتات تحت. يشكل الشخصيه شيب كاركتر يعني كلمه شيب تيجي كفعل يشكل وبتيجي كاسم شكل. فيل شور تاكد، ادابت تو تاكد تكيف مع حاجات اهي. في الاكزام يفشل في الامتحان. في الاكسبت يشعر بالقبول. الحاجات ديت عندك في القصه. جو ثرو يمر خلال او يمر عبر. شو سترينث يظهر القوه. تصريفات بقى يا صديقي irregular verbs conjugations تصريفات. بص يا حبيب قلبي، انت عندك الفعل له كام تصريف؟ 3. انت عارف ان في فعل له 4 تصريفات؟ ولو انت عارفه اكتبه في الكومنتات. وانت عارف ان في افعال لها تصريفين بس؟ انت عارف الافعال دي اسمها ايه؟ وانت لو عارف اكتب لي في الكومنتات. يعني انت عندك الفعل له كام تصريف؟ 3. ده اللي احنا عارفينه. ايت بلاي بليد. حلو الكلام؟ زي دول كده. في الفلت تصريف اول تاني تالت. في فعل بقى له 4 تصريفات. لو انت عارفه اكتب لي في الكومنتات تحت. ميك التصريف التاني بتاع ميد، التصريف التالت ميد. كيب كيبت. بص يا صديقي عشان لما اجي اشرح جرامر دلوقتي تبقى انت ايه عارف. التصريف الاول ده اهو مضارع. التصريف التاني ده اهو ماضي. التصريف التالت ده اهو اللي هو باست بارتيسيبل اللي هو بيكون تام او مجهول.
يبقى التصريف الثاني، التصريف الاول، التصريف الثالث. الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، ايه الشطاره دي. show showed showing understand understood understood teach taught taught. الجي والاتش هنا ايه silent مش بيتنطقوا. exercise باين عن definition، يعني مثلا المفروض انت تختار الحاجات ديت، انت الشخص اللي مين ده تكتبه هنا. عندك رأي كويس، يعني مثلا هو a person is. انا طبعا احل ايه بسرعه، احل ايه على طول، مش عايزين نحل. بصوا انا هعمل فيديو حل وفيديو شرح. انا هكمل الفيديو كله شرح، والفيديو الجزء الثاني هينزل فيديو حل. الفيديو ده لو وصل ل 1000 لايك هنزل لكم المراجعات كبسوله بتاعت ليالي الامتحان، القطعه، الباراجراف، المحادثه، وهنزل مراجعه الازهر مخصوص لو الفيديو جاب 1000 لايك. ده كله في فيديوهات تمارين هنحلها مع بعض الجزء جاي. نيجي بعد كده بقى ايه على الجرامر. بص يا صديقي، جرامر سهل ولذيذ جدا ومفيش فيه اي مشكله ولا في اي حاجه متعبه. هو الجرامر بيتكلم في الجرامر المضارع التام. يعني ايه مضارع تام؟ بص، المضارع التام بيتكلم في حاجه حصلت في الماضي ولها اثر في المضارع. انا ضربتك بالقلم انت وشك احمر، انا ضربتك بس الاثر بان على وشك. المضارع التام بيتكون من ايه؟ وانا قلت التام كان التصريف ثالث والكلام مضارع يعني هاز وهاف. يبقى المضارع التام بيتكون من ايه؟ من هاز وهاف والتصريف الثالث. نكتب جمله، نكتب جمله. اقول لك دلوقتي يو، هي هاز بتيجي مع المفرد وهاف تيجي مع الجمع. يو جمع ولا مفرد؟ هجيب معاها هاز ولا هاف؟ حلو. بعد هاز وهاف بيجي فعل تصريف. حلو. يعني مثلا اقول لك كده بلاي ذا بيانو. صح ولا غلط؟ اكيد غلط يا مستر. ليه غلط يا مستر؟ لان كلمه بلاي ديت المفروض تيجي تصريف تالت، المفروض تبقى ايه؟ بلايد. كلام جميل يا حبيب قلبي. الحوار سهل خالص اهو. عم اقول لك كده يا عم شي ميكس نويز، وقلت لك يا عم كده حط لي كلمه سو فار. سو فار من الكلمات دي على زمن المضارع التام. انا عايزك تحط لي الجمله دي في زمن المضارع التام. تعملها لي ازاي؟ طبق القاعدتين دول يا عم. عايز سو فار حطها لي سو فار. ملحوظه، لو جاب حرف الاس كابيتال لازم تيجي في اول الجمله. يعني لما يديك حاجه في الرايت، معلش انا عندي برد شويه، لما يديك حاجه في الرايت ويديك الكلمه اولها حرف كابيتال معناه كده انا عايزها تكون فين؟ في اول الجمله. اول شيء تيجي مع هاز، هذا فعل تصريف تالت يبقى ميد. يبقى so far she has made noise. حطيت الجمله في زمن ايه؟ المضارع التام. المضارع التام بيتكون من ايه؟ has وهاف والتصريف الثالث. حلو. خش بقى على موضوع الدرس. already we get، ومعاك كلمة just already، ومعاك so far، ومعاك up till now، ومعاك ever whenever، ومعاك since وفور. نوحد الواحد ونصلي على رسول الله. صلي على حبيب قلبك يطيب، صلي على رسول الله. سمعني كده ذكر الله كده، وحد الله في قلبك. حاجات مش صعبة ولا في أي حاجة، خدهم واحدة واحدة. just already، just already الاتنين دول معناهم تون. تون أنا تون لسه واكل، أنا كده بطنه إيه؟ مليانة. أنا لسه بطني منفوخة شبعان لسه واكل. الفعل اللي حصل ولسه حاصل من دلوقتي حالا. أمي لسه طبخ على الأكل، يعني كان الاكل ايه؟ سخن. الفعل لسه حاصل دلوقتي حالا. مش جاست اوريدي معناها متون. انا فاكر ان الفعل لسه حاصل دلوقتي. هكتب جمله لما اقول لك كده you have just cleaned the home. كلمه just
جاب بين هاف وفعل التصريف الثالث، ممكن احط هنا جاست او احط كلمه ايه اوريدي، الاثنين معناهم توا. الفعل لسه حاصل دلوقتي حالا، يجي في زمن المضارع التام. حلو، مشكله لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل. يعني انا دلوقتي قلت لك كده يا صديقي she just have make tea. الجمله دي صح ولا غلط؟ ده جمله عكه يا مستر. طب نصححها واحده واحده. هي اول حاجه شي معناها ايه؟ هي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طالما مفرد يبقى اجيب معاها هاز ولا هاف؟ هاف دي غلط، المفروض تبقى ايه؟ هاز. حلو. هي جاست ديت تيجي بعد هاز ولا قبل هاف؟ بعد هاز، يبقى المفروض تبقى هنا ايه؟ هاز جاست. ايه ده الجمدان والحلاوه دي؟ في غلطه كمان. ايه الغلطه دي بقى؟ هاز وهاف الاثنين بيجي بعدهم فعل تصريف ثالث باست بارتيسيبل، فالمفروض ميك ديت تبقى ايه؟ ميك. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. كده انا فهمت جاست اوريدي. في تركايه بقى في كلمه اوريدي. اوريدي ممكن تيجي في اخر الجمله. لو جت في اخر الجمله تيجي بمعنى بالفعل. يعني ايه بالفعل يا صديقي؟ ويعني ايه جت في اخر الجمله؟ لو جت في اخر الجمله يبقى كلام بيعبر عن حاجه اسمها دهشه. تلاقي في حاجه اسمها اكسكليشن مارك. اكسكليشن مارك اللي هي حاجه اسمها علامه تعجب. لما الاقي كلمات بتدل على التعجب زي كلمه واو، amazing، wonderful، اقول لك it's too fast سريع جدا، too smart ذكي جدا. دي بتحل العيال وفي اول 10 دقايق البنت خلصت. انا خلصت يا مس. انت خلصتي؟ لحقتي؟ هنا الجمله انا عارف ان هي خلصت، بس بجيب الكلام في زمن ايه؟ المضارع التام ده سريع جدا. فانت تجيب معاها كلمه اوريدي فين؟ في اخر الجمله. يعني مثلا كده لما اقول لك she has solved the problem. She has solved the problem already. It's too smart. هي ذكية ايه؟ جدا. من كتر ذكائها هي حلت المسألة. يعني هنا كلام بيعبر عن دهشة، أنا مندهش إن هي حلت المسألة. لما أقول لك كده صاحبك الفاشل الصايع فجأة لقيته جاب مجموع حلو ودخل ثانوي. دخل ثانوي أنت عارف إنه دخل ثانوي بس أنت متعجب من اللي هو بيحصل. أقول لك كده your friend. your friend أجيب معاها هاز ولا هاف؟ صاحبك مفرد يبقى أجيب معاها هاز. طب لو قلت your friends دي سايلنت في كلمة فريند، ما بقولش فريندز. فريندز ده غلط، المفروض اقول فريندز. بتنطق دي سايلنت زي كلمة حاجات كتير جدا زي حرف دي بتبقى سايلنت مش بتيجي معاها. فلما اقول هنا فريندز ما بنطقش الدي زي كلمة ساندوتش، ما بقولش ساندوتش بقول ساندوتش. فقول ما علينا your friend has scored a goal already. It's too fast. صاحبك اول ما نزلت الماتش في اول 10 دقائق هوب لبك جون، انت جبت جون سريع جدا في كلمه اوريدي. اوريدي جاء في اخر الجمله، الكلام بيعبر عن ايه؟ عن دهشه. حلو، اكتب جمله واللي عرفها يحلها لي فين؟ في التعليقات. اقول لك كده وات هي راحت فين؟ وات هاز هي، هنجيب الاحمر بقى. وات هاز هي done. حلو، ومديك هنا ومديك في الاخر علامه استفهام، ومديك كده قال لك اتس تو اتس
اتس اميزنج، ما علينا، اتس اميزنج وحطيت في الاخر علامه تعجب. كلمه يت ديت صح ولا غلط؟ ولو غلط، لو غلط اكتب لي الصح بتاعها. الجمله دي اتخانقت فيها مع مدرس بسبب هو كان قال حاجه وانا قلت حاجه، وحلها على شات جي بي تي طلعت حاجه تانية، يعني هو زي ما هو قال طلعت على شات جي بي تي، بس انا مقتنع باجابتي وشفتها في نموذج كتاب الوزاره اجابتي صح، وشفتها في كتب كتير اجابتي صح مع مدرسين كتير صح. بس انت عارف دلوقتي، انت شايف ان الجمله دي صح ولا غلط؟ لو صح قول لي ليه، ولو غلط الصح ايه وليه؟ اكتب لي في التعليقات تحت، ماشي؟ يعني انا قلت اول حاجه المضارع التام بيتكون من ايه؟ هاز وهاف تصريف تام. بعد كده شرحت جاست اوريدي. خش على كلمه اسمها نيفر. يا عم نيفر معناها ابدا، بتيجي في النفي، خلصت. وانا كنت بنفي بكلمه اسمها ايه؟ نوت، اللي هي ان او تي. تعالى بقى نجيب ايه؟ اسود، ان اسود، اللي هي ان او تي. نوت، نوت بتيجي فين؟ في النفي. انا لو عايز انفي بنفي بنوت، ما اسمهاش نوت، اسمها نوت. هازنت، هافنت. يعني ممكن اقول لك، بدل ما اقول لك هازنت اقول لك هاز نيفر، بدل ما اقول لك هافنت اقول لك هاف نيفر. نيفر بتيجي ابدا بيان عن النفي. حلو الكلام؟ يعني لما اقول لك دلوقتي نو they has ever، has ever دي صح ولا غلط؟ لا، هنا في نو فتبقى نفي، فشيل ever المفروض تبقى never. الجملة برضو غلط. فزي جامع تيجي مع have، ما has غلط، المفروض تبقى have never. وصلت ولا ما وصلتش؟ كلام جميل، كلام جميل جدا 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 لحد دلوقتي. انا شرحت never. على فكرة never بتيجي مع such، وبتيجي في المقارنة بين حاجتين. وسو فار واب تل ناو وليتلي وريسنتلي، هي اهو ليتلي وريسنتلي، الحاجات دي كلها بتيجي على المضارع التام في اي مكان وفي اي وقت وفي اي صيغه في اي بتنجان. خش بعد كده على ايفر ويت وسنس وفور. بص يا صديقي، ايفر بمعنى هل سبق لك. بتيجي فين ايفر دي يا عم؟ بتيجي في السؤال هو عمل دي ازاي؟ في نص الجمله. انا ممكن اكتب بصباعي. وممكن بقى بتيجي في صيغه التفضيل. خدت وحش قوي بصباعي. صيغه التفضيل يعني ايه في السؤال في نص الجمله، ويعني ايه في صيغه التفضيل؟ لما اقول لك دلوقتي كده have you never made bed، انت رتبت السرير؟ never دي صح ولا غلط؟ انت قلت ever تيجي في السؤال في نص الجمله، يبقى المفروض اشيل never واحط ايه؟ ever. بس يا عم هي دي كلمه ever. صيغه التفضيل بقى اقول لك اكتر تليفون غالي اشتريته، اكتر صاحب مخلص قابلته، اكتر كاميرا غاليه اشتريتها، اكتر مكان نضيف رحته. اقول لك كده the tallest boy، اطول ولد I have yet met. yet دي صح ولا غلط؟ غلط، المفروض تبقى ايه؟ ever. ليه ever؟ لان هي جايه صيغه ايه؟ تفضيل. بس يا عم هي صيغه التفضيل بيكون الكلمه الاخيره ايه؟ اس تي او مع كلمه موست، مش موضوع صيغه المقارنه دي. خش على كده على كلمه يت. انا هربط كلمه يت بالجمله اللي لسه شرحها من شويه. يعني انا دلوقتي انا كتبت لك الجمله من شويه وقلت لك حلها في التعليقات، هكتب لك دلوقتي كلمه يت واقول لك حلها لي. هشرح لك كلمه يت عشان تبقى انت عارف كانت صح ليه وان غلط تبقى الصح ايه. يت يا عم تيجي في اخر الجمله، وهي جت في اخر الجمله برضه. اخر الجمله بيبقى حاجتين، يا نفي يا سؤال. انا اخر جمله يا نفي يا سؤال. يعني دلوقتي لما اقول لك كده لما اقول لك دلوقتي she have ever
listened to music. حاطط لك في الاخر كلمه يت. she have ever listened to music yet. هي تيجي فين؟ في اخر الجمله. انهي جمله؟ النفي والسؤال، ودي جايه جمله يبقى لازم تكون منفيه. فانا ممكن انفي اشيل ايفر واحط ايه؟ نيفر، صح؟ ممكن احط كلمه نوت، بس هاف ما ينفعش تيجي مع شيء، فدي كلها المفروض تبقى هاز نيفر او هازت. في مشكله لحد دلوقتي؟ ولو جبتها في السؤال عادي. هو ده زمن المضارع التام. بعد كده معاك بقى since وفور. since معناها منذ، وفور معناها لمدة. بص يا صديقي يا حبيب قلبي، فور بيجي بعدها عدد لمدة 5 سنين، لمدة 4 سنين، لمدة 10 شهور. إنما since معناها منذ، تيجي بعدها بداية الحدث. وصلنا أنت كلها عارفينها. أشهر حاجة أقولها لك وهكتبها لك بالبنط العريض. لقيت هنا مضارع تام، هنا since، الناحية التانية ماضي بسيط. مضارع التام since ماضي بسيط. يعني لما اقول لك كده she watches TV since she was young. هي بتتفرج على التلفزيون مثلا لما كانت صغيرة. كلمة watches دي صح ولا غلط؟ أكيد غلط. أنت قلت هنا مضارع تام، هي watches دي مضارع تام، فالمضارع التام بيتكون من إيه؟ has و have والتصريف التالت، فالمفروض تبقى has watched. وصلت يا حبيب قلبي؟ وجاي لك هنا كلمة إيه؟ was دي جاية في زمن إيه؟ الماضي البسيط. دي بقى النقاط. بصرف اس هاز بتيجي مع مش عارف ايه، وهاف بتيجي مع ايه، وفي النفي مش عارف ايه، وجاست اوريدي مش عارف بتيجي مع ايه، واوريدي في اخر الجمله المثبته اهو. اوريدي كده في اخر الجمله المثبته. ايفر السؤال بعدها فاعل. نيفر فعلت من قبل السؤال. تعالى نيفر في النفي. يت فعل ما حصلش قبل كده. already في الجمله المثبته amazing wonderful how clever. السؤال since وفور اسم مفرد has gone to و has been to. راح وجه has been to، راح ما جاش has gone. انا دلوقتي قاعد بصور في الاستوديو، حلو الكلام، وانت في البيت تقول لي ايه؟ انا رحت ما جيتش، انا لسه بصور، وانا خلصت تصوير ولسه في الترويق لسه ما جيتش. لو انا دلوقتي نايم على السرير انا رحت البيت وجيت، يبقى has been ولا has gone؟ has been. راح وجه has been، راح ما جاش has gone. since مضارع تام الناحية التانية ماضي بسيط. الباسيف بقى يا صديقي has وهاف زائد بن زائد تصريف تالت اسمها بن ما اسمهاش بين، والناحية التانية بيجي المفعول اللي هو الاوبجكت. يعني ايه الكلام ده يا صديقي؟ واديني جملة عليه. لما قال لك كده she has bought the tickets، هي اشترت التذاكر. شي مفرد، ركز معايا بقى. شي مفرد جاي بعدها has، جاي بعدها فعل تصريف تالت. جاي بعدها فعل تصريف تالت has، والتصريف التالت هنا كلام ايه؟ معلوم. كلام هنا اكتف. عايزين نحوله لباسيف، يعني عايز احوله لايه؟ لمجهول. لما احوله لمجهول قال لك جاب ذا تيكتس في اول الجمله، اجاب هنا اهو. تيكتس ده المفعول اللي هو المفعول اللي في اول الجمله. تيكتس جايه جامع، جاب بعدها هاف، بعد كده جاب بن والتصريف الثالث باي ضمير المفعول عليها. هنا في صيغه السؤال، في صيغه النفي مش تفرق، اهم حاجه صيغه المجهول هاز هاف بن تصريف ثالث. يعني لما اديك جمله على سؤال الرايت كده، مثلا في الجمله دي the lesson has explained by the teacher. هو هنا الدرس هيشرح ولا هيتشرح؟ هيتشرح. هو جايبها لك هاز اكسبلين، جايبها لك معلوم، وهنا ما تنفعش، المفروض تبقى ايه؟ مجهول، تبقى هاز بين explained. The visitors have
الزوار ظهروا. المفروض يقول لك ليفت جاست ولا جاست ليفت؟ يبقى جاست ليفت. كذلك يا صديقي هذه جاءت تصريف تالت للفعل تبقى فيزيتد. هومورك هنا كلام مبني المجهول. هاز هاف تصريف تالت ولا هاز هاف بين تصريف تالت؟ هاز هاف بين تصريف تالت تبقى هاز بين دون. حصة الحل إن شاء الله هتبقى إيه؟ دمار. لما أقول لك زي نوت أنت خدتها أنت هاز جان وهاف جان. هنا جاي تصريف تالت أصلا. هو اللي بيجي تصريف تالت هاز وهاف. وزي جمع يبقى حط هاز تبقى حمار تبقى جاموسة. حط هاف. الواحد حاسس إنه بقى مريض نفسي. سؤال الرايت. جملة هنا كده يا صديقي حاطط لك كده a short time ago. في الجملة دي the students haven't opened their books yet. أنا عايز عيل ممتاز شاطر يحل لي الجملة دي كده في التعليقات. أنا لسه هنزل بتاعت الجملة دي. معلش اعذروني. بتاعت كلمة جاست لسه حاصل دلوقتي حالا. جايبها مع كلمة أجو منذ وقت قصير. هنا هتخليها إيه؟ ماضي بسيط. يعني هتبقى إزاي يا صديقي؟ أقول لك كده I have just met my friend. أقول لك كده I met my friend. أنا قابلت صديقي short time ago. لأن أجو اللي قبلها جاي ماضي بسيط. ومعاك بقى بين وبين تو راح وما جاش وراح وجه تحول لكلام باسف تحط كلمة already. سكيلز بقى المحادثة. Do you have any plans for the weekend؟ دي محادثة عادية يا صديقي جدا. Complete the following dialogue. نموذج قدام. أنا واحد قدامي المحادثة عبارة عن سؤال وجواب. يعرف أكون السؤال يعرف أجاوب. يعرف أعمل سؤال يعرف أجاوب. أنا بعرف أجاوب يبقى بعرف أكون جملة. بعرف أعمل سؤال يبقى بعرف أكون السؤال. أنا مديني نقطة يبقى عايز جملة. هو ده السؤال بفعل مساعد أو أداة استفهام؟ السؤال عنده نوعين فعل مساعد وأداة استفهام. سؤال أفعال المساعدة اللي هي do does وديد وام وز وار وز وير وهاز وهاف وهاد وكان وكود وشال وشود. أداة استفهام what where when how many how long how often how which الحاجات دي كلها. سؤال فعل مساعد يكون بمعنى هل فتكون إجابته بيس أو نو. سؤال بأداة استفهام تكون إجابته جملة وعلى حسب الأداة. يعني أقول لك اسمك إيه؟ تقول لي أنا اسمي محمد. أقول لك عندك كام سنة؟ تقول لي 15 سنة. أقول لك أنت عايش فين؟ تقول لي عايش في القاهرة. جملة. ده سؤال بأداة استفهام. Do you have any plans for the weekend؟ هيجاوب اللي يقول له yes اللي يقول له no. الله I have a good idea. عندي فكرة كويسة. جاي مجاوب عليه ومديله هنا سؤال. هنا مديله جملة. يبقى هنا السؤال أداة استفهام ولا فعل مساعد؟ أداة استفهام لأنه مديك هنا إيه؟ جملة. حلو. قام جاي هنا أسأله سؤال وهيجاوب عليه. نفس القصة اللي فوق. هنا مديله سؤال وهيجاوب عليه. تمام يا صديقي؟ ولا مش تمام؟ الحاجات دي كلها هشرحها في الجزء الثاني للفيديو. والفيديو هيتصور المحادثات دي كلها هشرحها وهحلها مع الجرامر كله. ان شاء الله الفيديو الجزء الثاني مع الكلمات مع الموديل معاك من النص مع البيرفكت. هقول لك طريقه ازاي تحلها كده مبدأ الترتيب. يعني انت لو حاجه انا واثق منها تحلها. في كده طريقه كده اللي هي خاصه كده باكمل بحب اشرحها للعيال. فهم بيحلوها بطريقه سهله حتى لو هم مش حافظين الكلمات. نيجي بعد كده بقى للقطعه. سؤال سهل وجميل جدا 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 جدا. بيقول لك سؤال في جيبك. سؤال في جيبك. كلمه انت ديت ضمير بيعيد على حاجه قبلها. مش تبص على اللي بعده. اي معاك حاجه قبلها غير عاقل. سؤال سهل جدا. السؤال ده بيجي لك كده في كل قطعه. raised animals. انت شايف كلمه animals حطها. اقول لك تعملها ازاي. هيديك كلمه raised animals هتشوفها في القطعه هنا وتحط معاها دي. تنفع؟ لا. دي تنفع؟ لا. دي تنفع؟ هتشوف. دي تنفع؟ هتشوف. هتحط كل كلمه من دول مكان الكلمه دي وتشوف الجمله مناسبه ولا لا. ده لو انت حمار. معاك بعد كده في الاسئله دي طبعا كلكم عارفينها. بصوا على اخر 4 كلمات او 5 كلمات ومن النقطه لحد النقطه لازم تعلم عليها من القطعه هنا. وهو بيديك اجابه الاسئله يعني اجابتها في القطعه. يعني الامتحان موجود قدامك. يعني المفروض كوبي بيست. يعني ما تبقاش حمار. ده هتضايقونا ليه؟
إجابة القطعة معاك. امتحان الإنجليزي منه فيه. دي كل الإجابة قدامك، ست المحادثة إجابته قدامك، القطعة إجابتها قدامك. بس أنت اللي حمار، سوري في اللفظ، أنت شاطر. البراجراف بقى يا صديقي. Honesty and its effect on society. الأمانة. أنت عايز تكتب باراجراف زي ده، تكتبه إزاي؟ بص يا عم، أنا مثلا لو هتكلم باراجراف عن الهوم. هوم يعني إيه؟ بيت. طلع من الهوم ده البيت فيه إيه؟ أكتب لكم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ البيت فيه مطبخ، كيتشن. البيت فيه حمام، بس روم. البيت فيه غرفة معيشة، ليفينج روم. البيت فيه أوضة نوم، غرفة النوم، بيد روم. حلو حلو. كيتشن المطبخ ده فيه إيه؟ مش فيه تلاجة؟ وفيه بوتاجاز، وفيه فرن، وفيه أكل. احنا بنعمل إيه في المطبخ ده؟ بنطبخ فيه، ممكن يكون بناكل فيه، جوه كتير جدا. بس روم. الحمام فيه إيه؟ مش فيه دش، مش فيه بانيو. أنت مش بتغسل في وشك؟ بتغسل فيه أسنانك وبتستحمى فيه؟ متعملش في حاجة تاني. بس هو ده بس اللي بتعمله في الحمام. في الحمام ولا تعمله في الحمام. ليفينج روم، حجرة المعيشة. حجرة المعيشة، في حجرة المعيشة تتفرج على التلفزيون، تقعد مع عيلتك في ساعة، في ترابيزة، مش عارف في ايه وايه وايه، كذلك هنا. طب ممكن تطلع من دول يجي 300 جملة، بدل البراجراف اللي عايز منك 120 كلمة ممكن تكتب له 120 جملة. ليه بقى؟ عملت حاجه اسمها برين ستورم. برين ستورم هو العصف الذهني، استثارة الافكار عندي. انا لما يديني موضوع زي ده، انا ما بعترفش بالكلام ده، ما بعترفش انا اي حاجه. طلع الامانه. اصل كل موقف يا عم حصل ليا فيه مع الامانه. احكي قصه، انا في مره اديت لصاحبي فلوس وصاحبي ده اداها لي، دي امانه وتمشي في البراجراف وتبقى صح. هو البراجراف مش بيعد كلمات ولا بيبص على شكل البراجراف، على التنسيق بتاعه، ان انت تسيب هنا سبيس في اول الكلام. انت في حاجه اسمها من كلمات علامات الترقيم، النقطه، الكوما، اول حرف كابيتال. الحاجات دي مهمه. بيبص على السبيلنج بتاع الكلمات، يعني ما تكتبليش كلمه وين كده غلط، تكتبها صح. بيبص على الجرامر. يعني مثلا بيقول لك there is love، ما اقولش there love، لازم يبقى فيه جرامر. بيبص على سياق الكلام، هو بيطلع الاخطاء من عندك. يعني هتكتب جملتين صح احسن ما تكتب خمسه غلط. طبعا وانت عارف بتجيب البراجراف منين؟ كل البراجرافات المتوقعه اللي ممكن تيجي في الامتحان، واحد من دول هيجي منهم في الامتحان. اشقاء سبرينجز، الاشقاء اللي هم الاخوه والاخوات. شجاعه كارج، ودي ناون، الفيرب بتاعه يشجع انكارج. يستحق ديزيرف، محرج او كاورد. رباط، بوند او علاقه، بتساوي كلمه ريليشن. يحل ريسولف، داعم او مساند سبورتيف، قلناها في يونت 1. حلول سوليوشنز، ودي جمع. تواصل كوميونيكيشن، ممكن يجي مع حرف الجر بتاع ويز، تواصل مع، او كوميونيكيشن تو يجي بعدها مصدر. صراع كونفليكت، هنا مشكله او قضيه. ريسبكتفول، محترم. طب لو قلت لك كده ريسبكتد، معناها محترم برضه، بس دي محترم ودي محترم. لو انت عارف الفرق بين الاثنين اكتبهم لي في الكومنتات. ديستراكشن، تشويش. ولو قلت كلمه ديستربت معناها ايه؟ يزعج. تصميم او عزيمه او اراده، من اهم الكلمات اللي عندك حاجه اسمها determination. وجها لوجه، فيس تو فيس، حتى عليه وش لوش، يلا فيس تو فيس. محبط، فرستريتد، خدتها انت في يونت 1 اسمها ايه؟ depressing، عسل. انت خد بوسه. اشاره، جستشر. امانه، اونستي، ذو معنى، meaningful، لازم تبقى عندك معنى، يلا لازم تبقى عندك مبدا، يلا. سوء الفهم، misunderstanding، يفهم understand، الفهم understanding. سوء الفهم misunderstanding. صمت silence، دي صمت، انما silent صامت. مهارات skills، موهبة talent.
يا قلبي يعني سوء الفهم. سوء الفهم هو الفشل انت تفهم بطريقه صح. واحد حكى لك حاجه بيحصل كتير جدا في الجدال او في النقاش، عشان كده لا تخش في جدال ونقاش مع اي احد ايا كان مين. بوند علاقه اتصال قوي جدا بين الناس، علاقه القرايب وعلاقه الصحاب. سبلينجز الاشقاء اللي هم الاخوات والسيسترز، جمع اخ وجمع اخت، ما علينا. سبيكتفول محترم، تظهر الاهتمام والعنايه. ريجيردس فور اذرز، تستحق من الناس. سبورتيف مشجع، تدي المساعده والتشجيع. كوميونيكيت تواصل. في حاجه بقولها للعيال عندي ما بيحلوا المحافظات، اربط الجمله بكلمه، وده انا حاجه بمشي بيها جدا في كل امتحان الانجليزي سواء ايلتس او توفل او اي انترفيو او اي اكزام في يخص اللغه. بربط الجمله ديت بكلمه. يعني مثلا resolve يحل، مربوطه بكلمه solution. gesture اشاره. movement actions that shows emotion، مربوطه بالعاطفه. محبط frustrated، مربوطه بكلمه upset منزعج. يعني نربط الجمله كلها ان دي الكلمه دي معناها دي. يعني ما حدش يقول لي ابسط منزعج يقول لي انا هابي او جليد، مش غبي يعني، فاش غبي. silence صمت. the absence of sound غياب الصوت. يقول لك لما انا بحضر وجودي بيغطي على الجميع. دول رايكم في البدله اصلا جامده صح؟ reconnect يعود تواصل. to build a relationship again after distance، انت تبني العلاقه من جديد مره اخرى. again مره تانية. عارفين كلمه again دي؟ لا قصه. distraction تشويش، حاجه بتوقفك من ان انت تدفع الانتباه. pay attention من verbal collocation، لازم الالفاظ تدفع الانتباه. proposal غرض او اقتراح. الخطه او الاقتراح for others is considered، الخطه او الاقتراح للاخرين بالاخذ الاعتبار. ريسيرش بحث. بنسال سؤال صغير، الفرق بين كلمه ريسيرش وسيرش؟ واللي عارف يكتب لي في الكومنتات. looking for information about something، البحث عن المعلومات في اشياء اخرى. عزيمه determination، على فكره كل الحاجات اللي بقولها ديت هكتبها لكم في التعليقات واشرحها في التعليقات. عزيمه، واحد عنده عزيمه ما بيستسلمش بالسهل. not giving up، ما تستسلمش until achieving something، لحد ما تحقق هدفك. شجاعه courage، the ability to do، القدره ان تعمل حاجه معينه different مختلفه. when you are afraid، لما يكون خايف. انا مثلا في كلب في الشارع ده، انا خدت القرار ومشيت من الشارع وعارف ان في كلب فيه. لازم تبقى شجاع. اخذ القرار فيها شجاعه. مواجهه خوفك وفشلك دي شجاعه. shared مشترك. given or used by more than one person، حاجه بيستخدمها اكتر من 2 أو 3. deserve يستحق، انت تكون مستحق الحاجه دي بسبب ان انت عملتها. يعني واحد تعب وذاكر واجتهد وخد الدكتوراه دي هو يستحقها فعلا لان هو تعب عشانها. talent موهبه. natural ability قدره طبيعيه to do something، واللي تعمل حاجه ايه كويسه. السينونيم والانتونيم مهمين جدا على فكره، جدا يا جدعان، مهمين جدا جدا جدا. conflict disagreement argument agreement. upset worried annoyed relaxed. encouragement support discouragement. bond connection relation. عايز اجيب قلم تاني غير البتاع ده. او dishonest. silence بتساوي peace السلام، عكسها noise. meaningful بتساوي significant، عكسها meaningless. fix بتساوي mend أو repair، عكسها damage أو break. glad بتساوي pleased أو happy، عكسها unhappy أو sad. prefix والsuffix، أي كلمة على فكرة آخرها أي أو إن بتكون اسم. وشن دي نطق شن، وأي إن إس تكون الاسم. difference communication connection، الحاجات دي كلها أسامي. miss تعود عكس المعنى. meaningful الكلمات دي بقت صفة. معظم الحاجات اللي آخرها full أو إي دي الحاجات دي بتكون صفة. وكلمة able تكون قادر أو قابل. playable قابل للعب. readable قابل للقراية. reconnect
بتساوي كلمة again معناها مرة أخرى، يعني connect يتصل، reconnect يعيد الاتصال، rewrite يعيد كتابة، rebuild يعيد بناء، importance اسم، physically هنا الكلمة الأخيرة ال y بيكون ظرف. إيه ده؟ ظرف. يعني مثلا حزين ساد، بحزن sadly، يعني عايز يحول الصفة لظرف بيحط لها إيه؟ ال y. briefly. تعبيرات وحروف الجر يبقى على اتصال stay in touch. stay بتساوي كلمة keep، بتساوي كلمة remain. in person شخصيا ممكن اقول لك كلمة personally. وجها لوجه face to face. يلخص sum up، تلخيص summarize. الحاجات دي بتيجي في اخر الكونكلوجن في الخاتمة. وانت عندك لازم يكون الباراجراف حاجة اسمها introduction اللي هي المقدمة، حاجة اسمها البادي اللي هو الموضوع، بعد كده بقى conclusion اللي هو الخاتمة. لازم تكون فنان وبرنس كده وشاطر كده. according to طبقا ليه بيجي بعدها verb ing بدلا من instead of، ولازم يجي بعدها هنا object مفعول. لو جت في اخر الجمله تيجي بدون حرف جر. يتطلب الشجاعه take courage بالتاكيد for sure. حل ليه solution to. وجهه النظر point of view. يبني علاقات build relations. يبدو محبطا seem frustrated. نوعا من kind of تساوي كلمه sort، تساوي كلمه type. speak up علي حسك، علي صوتك، سمعني نفسك. speak up close to قريب من. يتحول إلى turn into. لسه المشوار طويل، خد نفس كده وفنجان قهوة وكوباية الشاي بتاعتك وركز معايا. build التصريف التاني بتاع build get got it. understand يفهم، understood understood. sit sat break broken become became become. forgive forgiven. lead led bring brought. يجي اتش هنا silent، يجي اتش هنا ايه silent. طبعا ان شاء الله في المذكره الثانيه باذن واحد احد تبقى مذكره حل الجزء الثاني ان شاء الله باذن واحد احد من الفيديو ده هيبقى شرح بس كلمات وجرامر سكيلز، تحل القطعه، تحل الباراجراف، تحل الازاي. لو انت دعمتني وشجعتني في الفيديو ده هينزل فيديو قريب وهينزل من الامتحانات ان شاء الله. هنزل لك ان شاء الله الفيديو ده مش هخلص منه الامتحان، المراجعات دي الديفينيشن الحاجات دي كلها هشرحها واحلها معاك. تمام يا حبيب قلبي؟ خد قلبي، خد بوس عشان فرحان مبسوط، فاهم؟ في حاجه كده سسبنس كده وبتاع. ده كله ان شاء الله هنحله في الفيديو الجاي. كل ده مش هيخرج منه الامتحان، كل المحافظات بتيجي من هنا. حالة اف بقى يا صديقي. بص يا حبيب قلبي، بص يا عسل يا سكر يا جميل يا طعم، بص يا حلويات يا حبيب قلبي. كنت بقول ايه؟ حليب كامل الدسم يا ايه يا كنافه بالقشطه. ركزي معايا يا عسل. يا قلبي يالي. خلينا نركز في الدرس. حالة اف التالتة. هما حالة اف 4. هي دي التالتة ولا الرابعة؟ دي التالتة، ما فيش رابعة. حالة صفرية والأولى والتانية والتالتة. معلش أصل أنا إيه تايه شوية. حالة اف التالتة تكرار من حالة اف التالتة. ماضي تام، الناحية التانية would have والتصريف التالت. ممكن يبقى هنا would اختصارها الأبوستروف دي، وممكن could، وممكن should، وممكن might. كل دول صح، وكل دول بيجي بعدهم have والتصريف التالت للفعل. الناحية التانية ماضي تام. هو الماضي التام ده بص يا حبيب قلبي، هو المضارع التام كان بيتكون من ايه؟ الحلاوة دي has وهاف والتصريف التالت. ايه الجمدان ده؟ طب has وهاف دي كانت ايه؟ مضارع. الماضي بتاعها had، يبقى الماضي التام بيتكون من had والتصريف التالت. يبقى الماضي التام بيتكون من ايه؟ had والتصريف التالت للفعل. اكتب جملة يعني مثلا بقول لك كده if، تعالى نجيب الاحمر. if he had trained hard he would
have won. ركز معايا، جالك هنا اف، بعد اف جالك ايه؟ ماضي تام اللي هو هاد والتصريف التالت. جالك الناحيه الثانيه ايه؟ would، بعد would جه have والتصريف التالت للفعل وين. ده تكون حاله اف ايه؟ التالته. يعني مثلا بقول لك كده if you had a car you would have rich. عايز عيل ممتاز عسلية سكرة كده يحلي لي الجملة دي. عايز عيل برنسس كده، واد كده ايه؟ بروف كده في نفسه كده، واد جنتل كده، جان كده، واد عسل كده جامد، بص حلو عسل. جالك هنا اف، المفروض الماضي التام، والماضي التام بيتكون من ايه؟ هاد والتصريف التالت. فالمفروض يجي هنا هاد ويجي هنا تصريف تالت بس بارتيسيبل. هنا جاي كار، كار دي يعني ايه؟ عربية، يعني جاي اسم، مش جاي فيها تصريف تالت. هنا جاي الناحية التانية وود بعد هاف، المفروض يجي تصريف تالت للفعل بس بارتيسيبل. هنا جاي ريتش، ريتش دي صفة. ركز معايا الله يرضيك والله يرضى عنك، ركز معايا في الجزئية دي. هنا ريتش صفة. هو فاكرين اللي كان بيجي قبل الصفة اللي هو الفيرب تو بي؟ عارفين هو أصلا الفيرب تو بي؟ am with وار was where، صح؟ am with وار دول المضارع يعني تصريف أول. was where ديت الماضي، يعني التصريف الثاني. وايه اللي انا بعمله ده؟ هجيب التصريف الثالث للفعل فيرب تو بي هيبقى بن. يعني بقول لك هنا ام واز وار تصريف اول، ووز ووير تصريف ثاني، التصريف الثالث بتاعهم بن. يبقى المفروض اقول لك هنا وود هاف، حط هنا كلمه بن عشان جاي هنا ايه؟ صفه. انما جاي هنا اسم، فتبقى المفروض تبقى هاد عشان تبقى ماضي تام. هاد الاولانيه اللي هي جايه كفعل مساعد، انما هاد اللي انت خدتها ديت جايه كفعل اساسي في الجمله اللي هو بمعنى يملك. يعني انت لو كان معاك عربيه كنت هتبقى غني، لا هو ولا معاه عربيه هو ولا غني. هي دي حاله اف الثالثه، وبتيجي بعكس الكلام. خد الكلام بعكسه، بتيجي في حاجه اسمها الندم. لو كنت ذاكرت كنت نجحت، هو ما ذاكرش وهو ما نجحش. لو كنت صحيت بدري كنت لحقت الاتوبيس، هو ولا صحي بدري ولا لحق الاتوبيس. هي دي حاله اف الثالثه. هنا هاد تصريف تالت لفعل، الجمله دي مهمه قوي يا جدعان، هتلخص لك التصريف التالت للفعل. ماضي تام هاد تصريف تالت، الناحيه الثانيه وود هاف والتصريف التالت. يا قلبي يعني. هنا هاد والتصريف التالت، الناحيه الثانيه would have والتصريف التالت، يبقى كده would have avoided. هنا هاد التصريف التالت if، الناحيه الثانيه الماضي تام تبقى would have seen. هنا would have والتصريف التالت، وهنا if بيبقى ده الماضي تام تبقى had read. هنا if بيبقى ده ماضي تام تبقى had found. بس يا عم ماضي تام الناحيه الثانيه would have تصريف تالت، والماضي التام اللي هو ايه؟ had والتصريف التالت للفعل، والناحيه الثانيه would وهاف والتصريف التالت. هتلاقي كله كده مش عارف ايه مش عارف ايه. سؤال الرايب بقى، سؤال ايه؟ الرايب. سؤال الرايت يا صديقي، انا قلت لك حالات اف بتيجي ايه؟ عكس الكلام. المثبت تنفيه، النفي تثبته. he lost the prize so he was sad. هو خسر الجايزة عشان كده هو ايه؟ زعلان. انا هقول اف، هو لو خد الجايزة كان مش هيبقى زعلان او هيبقى فرحان. هي دي معنى حالة اف. اقول لك ازاي بقى. انا نجيب الاخضر كده، اقول لك كده اف، شايفين حاجه من الاخضر؟ اف هي، بعد اف بيجي الماضي التام يبقى هي هاد، تصريف تالت للفعل lost the
prize. لا، ناخد الكلام بعكسه. اقول he won لو هو كسب الجائزة. if he had won the prize اقول لك كده hadn't lost the prize. الناحية التانية he would have تصريف تالت للفعل، بس انا هنفيه تبقى wouldn't. تصريف تالت للفعل ساعد صفة يبقى بن ساعد. انا مش عاجبني اللون ده. الجملة اللي بعدها she caught the bus because she arrived early. هي لحقت الأتوبيس عشان صحيت بدري. لو ما كانتش صحيت بدري مش هتلحق الأتوبيس. if she hadn't arrived early she wouldn't have caught the bus. تمام يا صديقي. نفس القصة هنا منفي تثبته، هنا مثبت تنفيه بس يا عم. وكلمة because في الجملة دي بيقول لك if I had been careful لو أنا كنت حريص كنت نجحت في الامتحان. معنى كده أقول لك إن أنا إيه؟ ما نجحتش في الامتحان I didn't pass the exam. أنا ما نجحتش في الامتحان because because بيجي بعدها حدث أول. حدث أول اللي هو الماضي التام اللي هو بيجي بعد if. because I wasn't careful أنا ما كنتش حريص. وسو عكس if بنشقلب. سؤال بفعل مساعد بالإجابة yes أو no هقول yes you can. شوف من غير ما أقرأ المحادثة على طول. سؤال بفعل مساعد الإجابة yes أو no. سؤال بفعل مساعد الإجابة yes أو no يبقى سؤال بدأت استفهام عامل مقصة شقلب أجيب إز هنا وزير هنا. كمل الجملة زي ما هي. عايز تعمل سؤال هنا 5000 جنيه. 5000 جنيه يعني how much كام الثمن. بعد كام الثمن بعد أداة الاستفهام بتجيب الفعل المساعد لو أنا إيه شقلب is it يحذف الإجابة اللي هي 5000 جنيه مصري. بس يا عم نفس القصة. فعل مساعد because معناها بسبب فأقول why. ليه أنت أخدت عطفة سنتين كده وأكمل الجملة ورا المحادثة. هنا السؤال الأسود ده يبقى في نص المحادثة. إيمان بتشتري بلوزة من محل الهدوم. يبقى إيمان بتتكلم مع السيلز مان. سيلز مان اللي هو راجل المبيعات. لو سمحت أنا عايز أدور على بلوزة. تقول له الراجل اللون اللي أنت عايزاه وات كلر. محدش يقول لي هنا 50 باوند متبقاش حمار. ما بقول لك وات كلر بقى لون. ادينا أحمر أزرق أصفر أسود متبقاش غبي. السؤال قد الإجابة قد السؤال. جاوبت هنا محدش يقول لي هنا يس أو نو. هو هنا سؤال بأداة استفهام مش فعل مساعد. كمل بقى المحادثة دي. أكمل الكلمات دي مهمة جدا جدا جدا. وفي جايب لك منها حالة اف وأنا شاكك إن دول اللي هيجيب لك في الامتحان يعني. المحادثات life is full of تقرا قطعة واحدة واحدة وتسمي بالله البراجرافات اللي ممكن تجي لك. خش على يونت 3. مبدع creative. لازم تكون إنسان مبدع. إنسان ذو قيمة ومبادئ وأخلاق. ابتكار innovation. يحسن improve. متقدم advanced. حدود limits. لازم تبقى في علاقاتك بين الناس كلها فيها حدود. ولك على هم نصيحة يا ابني أقولها لك. صاحبي وصاحبك على القهوة اللي يدخل بيتك لازم بيتك شرفك وعرضك مش أي حد يدخله. لازم تصون بيتك وتصون أهل بيتك. عواطف emotions. البشر humans. احنا عايشين في بشر في غابة عالم 60 في 70. سلوك behavior. مهام tasks. الذكاء الاصطناعي artificial intelligence قول AI. كامبوس يؤلف. لو قلت على فكرة كلمة بوست لوحدها كده معناها يؤلف برضه. يخصص customize. كلمة customer معناها عميل. ساطع shiny تساوي كلمة bright. مرتبك confused. طب لو قلت confusing ايه الفرق بين الصفة اللي آخرها اي دي
والصفه الاخيره اي ان جي. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ لو انت عارف اكتب لي في الكومنتات. اتصال كونكشن بشكل فوري انستنتلي. ملاحظات فيدباك، يجي لك كده مراجعات كده في لما تنزل الابلكيشن من اب ستور او من متجر جوجل بلاي، تنزل برنامج تعرف ده فيه فيدباك ملاحظات. تبرع دونيشن، مناخ كلايمت او ويزر. ويزر دي معناها طقس. في فرق بين كلمة ويزر وكلايمت. ويزر اللي هو يومين او 3 ايام، انما كلايمت ممكن شهور وشهرين وثلاثة. مبادرة انيشيتيف، لو قلت انيشيت لوحدها معناها يبدأ. ديفينيشن مهمة جدا قوي قوي يا صديقي. لو انت عايز الملف البي دي اف ده سيب لي كومنت في التعليقات او ابعت لي رسالة على الرقم اللي انا هسيبها تحت في التعليقات. رقمي 010 99 83 9669، ده رقمي. احفظه عندك وابعت لي رسالة. لو عاوزت اي حاجة ابعت لي، لو عاوز ملف البي دي اف ابعت لي. مشاعر، تحس بالسعادة والحزن والغضب والخوف. تصرف، لما يكون شخص أو حاجة بتتصرف أو بتستجيب. كوباية الشاي سخنة أول ما مسكتها لسعادتك، ده تصرف، ده استجابة. تقدم ادفانسد، حديث جدا، مطور أو معقد، مش أساسي، مش بيزك، مش مبتدئ. أنا ماي برين از ادفانسد، أنا عقلي متقدم، عقلي متطور. حد limit the point where something stops or can't go further. further أبعد كده في المكان. النقطة اللي ما تقدرش الحاجة توقفك تقدر فيها أبعد. ده لا كمل definition في أنا قلت emotions feeling like happens، مشاعر زي السعادة زي الحزن زي الغضب زي الخوف. behavior سلوك، the way someone or something acts or responds. تصرف الشخص إن كان حلو ازاي بيستجيب وتصرف رد الفعل. يعني انت لحد شتمك ممكن تقول ربنا يسامحك، وممكن تشتمه بنفس الطريقه اللي شتمك عليها. ده يدل على سلوكك وتصرفك والبيئه اللي انت طالع منها. تاسكس، المهام. هنا عشان نخلص من الحوار ده. تاسكس المهام jobs or actions that need to be done. المهام الوظائف او الاحداث اللي انت محتاج تعملها في حياتك. innovation الابتكار، invention الاختراعات or using unusual ideas، مثلا زي الاي اي والافكار اللي بنستخدمها في حياتنا في الحاجات دي. compose يؤلف، create or produce. create معناها يبتكر او يبدع او يخلق. produce ينتج. مبدع creative. producing or using unusual ideas، انت تنتج او تستخدم افكار غير عاديه. notice يلاحظ. notice دي بيجي معاها الفعل make وبيجي معاها الفعل take. انا بعمل ملاحظه make notice، انا كده بعمل على الديفينيشن ملاحظه make notice. انت بتاخد مني الملاحظه take notice. see or become aware of something. aware حرف الجر بتاع of، واعي بيه بتساوي كلمه consciousness. consciousness الوعي بتساوي كلمه awareness. confused مرتبك. feeling unsure or puzzled، تحس ان انت مش متاكد او متحير. instantly فورا without any delay بدون اي تأجيل. connection اتصال. a link between people things or ideas، الرابط بين الناس والاشياء والافكار. customers يخصص. to change something to make it the way you want، تتخصص الحاجه بالطريقه اللي انت عايزها. سنة لانتينيا. advanced بيساوي developed، undeveloped عكسها. allow بتساوي let، عكسها stop او deny. expensive بتساوي costly عكسها inexpensive او cheap. smart بتساوي intelligent بتساوي wise عكسها stupid. basic بتساوي main عكسها minor. basic اللي هو أساسي، minor. reduce يقلل بتساوي decrease عكسها increase يزداد. respond يرد أو يستجيب بتساوي كلمة reply عكسها avoid أو ignore يتجاهل أو يعترض. artificial معناها صناعي بتساوي كلمة man made عكسها natural. confused مرتبك بتساوي puzzled عكسها organized. shiny بتساوي bright عكسها كلمة dark. real حقيقي بتساوي كلمة true عكسها unreal أو fake. powerful بتساوي strong عكسها weak. exciting بتساوي interesting عكسها boring. exciting مثير بتساوي interesting عكسها boring حاجة مملة حاجة رخمة. clear واضح بتساوي voice الاتنين معناهم واضح عكسها unclear مش واضح. understand بتساوي see معناها يفهم وبتيجي بمعنى يقابل.
ميس اندرستاند يثير فهم. اي ان سي الاسم، ونس الاسم، الحاجات دي كلها اسم. اف كرييتيف مبدع، هنا جايه صفه adjective. فول صفه. اي او ان اسم. اي ان جي صفه. ان عكس المعنى، هي وكلمه ام، هي وكلمه مس، الحاجات دي كلها عكس المعنى، يعني بتجيب انتينيوم، يعني بتجيب حاجه اسمها اوبوزيت. اي في اي وصفي اللي هي ديسكريبتيف. فول الصفه باورفول. الاكسبريشن سولف بروبلمز يحل مشاكل. دياجنوز ديزيزز يشخص الامراض. ميك ادفيرتيسمنتس يصنع اعلانات. اور اوف وهابي. كيب سيف يحافظ على الامان. دو ا جوب يقوم بوظيفه. يركز على فوكس اون يبدو رائعا. ساوند اميزنج. ميك ديسيشن يتخذ قرارات. يقلل الاخطاء. ريديوس ايرورز يحول الى تيرن انتو. ينتظر لي ويت فور. يتبادل الادوار. تيك تيرنز بالتاكيد فور شور. طبقا ل according to بيجي بعدها verb ing. يجعل الحياة أسهل make life easier. تصريفات give gave given. teach taught taught يجي الاتش silent. teach معناها يدرس أو يعلم. في فرق بينها بين كلمة learn. forget forgot forgotten. know كده silent يعرف. knew known. وانت عارف التصريف الأول مضارع present، التصريف الثاني past ماضي، التصريف الثالث past participle، التصريف الثاني بيكون يا تام يا مجهول زي ما احنا خدناه. bring brought brought. read 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 بتنطق read على فكرة زي اللون الأحمر نفس النطق. وريد من أهم الأفعال الشاذة لأن التصريف الأول التصريف الثالث والثاني والأول ثلاثة شبه بعض. ده كله هيتحل في الفيديو الجزء الثاني. الجرامر بقى صديقي بتاع will والمصدر will be تصريف ثالث. بص يا حبيب قلبي، انا هروح، انا هنام، انا هلعب، انا هاكل، انا هشرب، انا هذاكر. هادية اللي هي في المستقبل معناها كلمة will اللي هي سوف. will ديت بيجي بعدها مصدر. يعني مثلا I will play انا هلعب. he will eat هو هياكل. will بتيجي مع كله مفرد جمع مش هتفرق، بس اهم حاجه الكلام فين في المستقبل. will بيجي بعدها ايه مصدر. يعني مصدر يعني تصريف اول. مصدر يعني الفعل بدون اضافات. مصدر يعني ما ينفعش الفعل في اخره اس ولا اي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي اي دي ولا اي ان جي ولا مع اي حرف جر. ده المصدر. يعني ما ينفعش اقول لك كده they will حط نقط هنا. اقول لك كده run rain runs running. اول حاجه دي كلمه ايه will، يعني عايز اجيب بعدها ايه مصدر. مصدر يعني ما ينفعش في اس، ما ينفعش في ان جي، ما ينفعش يبقى تصريف تاني، لازم يكون تصريف اول. يبقى will بيجي بعدها مصدر تصريف اول. كلام في زمن ايه مستقبل بسيط. اقول لك كده بنت آية will cook. كان اسمها بسملة، خلينا بلاش آية، بسملة عشان بسملة لسه عاملة لها اندومي دلوقتي. ايوه بسملة، تسلم ايدك يا بسملة الاندومي اللي انت عاملاه اي خدمة بالكاميرا. بسملة will cook noodles. ادي فاعل ادي فعل ادي مفعول. هنا الكلام باسيف ولا اكتف؟ باسيف يعني ببتدي في اول المجهول، يعني اللي بيجي في اول الجمله المفعول، يعني الشيء اللي بيقام عليه الحدث. هي بسمله هي اللي هتطبخ، بسمله هي اللي هتعمل. يعني هنا الكلام هنا ايه معلوم، يعني فاعل بعد كده فعل بعد كده المفعول. كلام جميل جدا. انت مزعل نفسك ليه؟ عايز احوله بقى مجهول. بص يا حبيب قلبي، خلاص المجهول لاي حته لاي حاجه لازم يجي في اول الجمله هنا ايه المفعول. لازم يجي فعل تصريف ثالث.
ده كده لازم يجي قبلها الفيرب تو بي. ده كده اركان المجهول، هي الحته دي. فلما اقول لك بسمله ويل كوك نودلز، عايز تحول الجمله دي كده لمجهول، تحولها لمجهول ازاي؟ هتبتدي في اول الجمله بالمفعول، المفعول اللي هو هنا ايه؟ نودلز، الاندومي. حلو. هتنزل فعل كوكد اهو، تصريف ثالث، كوكد باي الفاعل بسمله. هنا لازم يجي هنا ايه بقى؟ لازم يجي هنا ايه؟ وانا بشرح زمن ايه؟ مستقبل بسيط. والمستقبل البسيط بيتكون من ايه؟ والمصدر. والمستقبل البسيط بيتكون من ايه؟ والمصدر. وانا هجيب المبني المجهول والمصدر لازم احط كلمه بي، فهتبقى هنا ايه بقى؟ ويل بي. يعني في المبني المجهول ويل بي والتصريف تالت للفعل، يبقى معلوم ويل والمصدر، مجهول ويل بي تصريف تالت للفعل. بس يا عم اللي بعده بروجكت، المشروع. هو المشروع هينهي ولا هينتهي؟ معلوم ولا مجهول؟ يبقى ويل بي والتصريف تالت للفعل. الامتحان ولا الامتحان هيتصحح ولا هيصحح؟ هيتصحح، يبقى معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ويل بي والتصريف التالت. الاساي ويل بي والتصريف بالبي والتصريف التالت، نفس القصه هنا. الروبوت ويل ديفلوبد، هنا جاي تصريف تالت للفعل، لازم يجي قبليه بي، اشيل اي ان جي. اي اكسبكت ذات ابراهيم كلام في المستقبل، اتوقع ان هو هيكسب، يبقى ويل وين. لما يجي لك كلمه اكسبكت او هوب، يبقى الكلمتين دول دول على ويل والمصدر. وين ذا فيلم، هو الفيلم هيتفرج ولا حد يتفرج عليه؟ يبقى بي والتصريف تالت للفعل. حته هنا الرايت تحول لنا الكلام للمبني المجهول، هتجيب ذا بروبلم ده نو. حلو الكلام. بعد كده تنزل ويل، بعد كده بي اللي هو مديها لك، تصريف تالت للفعل solve it will be solved by the engineer. وصلت؟ my sister will clean the room، يبقى the room will be cleaned by my sister. بس يا عم هنحل سلسلة الأفكار على الجرامر في الفيديو ده، عشان يبقى الفيديو بقى سلسلة واحدة. قلنا هاز وهاف بيجي بعدهم فعل تصريف تالت، فدو تبقى done. شي مفرد بيجي معاها هاز، يبقى هاف غلط، المفروض تبقى هاز. قلنا دي مجهول، قلنا ديت هاف بتصريف تالت visited، وهنا المفروض ما ينفعش هاف visited، هاف بين visited، لأن الأهرامات هتزار، دي كلام مبني المجهول، هاف بين وتصريف تالت للفعل، هاف بين visited. اي تصريف تالت للفعل since، هنا ماضي بسيط الناحية التانية المضارع التام، يبقى I have studied. The lesson has been explained، درس اتشرح، احنا الكلام مبني المجهول. ذا ميوزيوم المتحف، هو المتحف هيزور ولا هيتزار؟ هيتزار، يبقى الكلام مبني المجهول، يبقى has been visited. They have never، هي راح الاسكندرية، have been، يبقى تشيل بي غلط تبقى been، يبقى they have never been. My sister، بقى my sister. My sister has تصريف تالت للفعل، بريك تصريف التالت بتاع broken. نوت سي، هي كلمة يت دي بتيجي في النفي، عازم فيها، تبقى I haven't seen. we already، يبقى كلام مضارع تام، يبقى have read. شفت انا بحل ازاي؟ هي يو بتيجي مع have، ما بقراش الجملة. for هتبقى since هتبقى for. هنا since ماضي بسيط الناحية التانية مضارع تام، تبقى has تصريف تالت للفعل studied. have ده راح وجه، have you never، ما ينفعش هنا never لأن هنا السؤال بيجي في نص السؤال ever، يبقى have you ever been.
The window has الشباك اتكسر تصريف تالت للفعل. يبقى has و have the been ده تصريف تالت للفعل. The movie have been watched. movie فيلم ده مفرد يبقى يجي معاه has. وهنا الكلام باسف مبني المجهول. lunch hasn't cooked yet. هو الغدا ما اتطبخش كلام باسف يبقى hasn't نحط هنا been. هو الكلام كله معلوم has have تصريف تالت مجهول has و have been تصريف تالت. الحل لسه الحل بتاعت الرايت. احمد went to the library. احمد راح المكتبه هو لسه هناك معنى كده هو راح ما جاش يبقى احمد has gone to the library. we haven't cleaned the kitchen yet. احنا لسه ما طبخناش المطبخ لحد دلوقتي. عايز بين كليكت يبقى تحول الكلام لايه؟ للمجهول يبقى هتجيب the kitchen هنا. هتجيب the kitchen هنا. وبعد كده كيتشن مفرد يبقى has been cleaned by them. have you ever eaten sushi؟ انت اكلت سوشي قبل كده؟ فعايز كلمة هنا before. بص يا صديقي انا ممكن اجيب لك الجملة دي احلها لك في الموضوع البسيط. اقول لك انت اكلت سوشي قبل كده اقول لك did you eat sushi before. She has just decorated her room. عايز اشيل already عشان just احط already بس تبقى الجملة صح. My parents have lived here since 2000. عايز احط فور دي غلط شيل فور. احنا ما في 26 سنة يبقى فور 26 years مدة 26 سنة. عايز حل الكلمة بدل ما جوجل هتقول the wall هنا has been built by the worker. I have already done my project. هتشيل already تحط just. هنا been يبقى تصريف تالت للفاعل يبقى هتقول his lunch هنا وبعد كده المفرد يبقى hasn't been finished by him. I haven't read this book. يعني هتكتب نفس الجملة وحط كلمة it في الآخر. What are you doing ليلى؟ أنت بتعملي إيه؟ بص يا حبيب قلبي في حاجة اسمها عملية المقص. عملية المقص أنت تشابك الكلمة الأولى مكان الثانية والثانية مكان الأولى. What are you doing ليلى؟ كنزي بتسأل ليلى عن الرواية اللي هي قرأتها. فهنا قالت لها نوفل رواية يبقى هي كده بتعمل إيه؟ بتقرأ رواية. يو بتبقى I بتيجي مع am يبقى are you تحول ل I am reading a novel. أنا بقرأ رواية. هتلاقي نوفل رواية that's great رائع جدا. هتلاقي ابتدي الرواية ديت الأسبوع اللي فات. تقول لها ابتديتها إمتى؟ هنا عايز سؤال يبقى هجيب أداة استفهام. أداة الاستفهام أنا بسأل عن الوقت واللي بيسأل عن الوقت كلمة اسمها when. بعد أداة الاستفهام بجيب الفعل المساعد. هنا في فعل مساعد في الجملة؟ لا هجيب يا do يا does يا did. حلو الكلام. هنا did تيجي في الماضي والجملة هنا ماضي يا مستر عشان تبقى ايه كلام واضح. والكلام ماضي هنا مصر هنا فعل اخره ed يبقى اقول لك كده when did I تبقى ايه you وبعد when did you بيجي بعدها المصدر يبقى هنا شيل تبقى start تبقى start reading it. ودي الإجابة ما بحطهاش. The writer is called Charles Dickens. هتلاقي الكاتب اسمه تشارلز ديكنز. هذا هنا سؤال. أنا هسأل هنا عن تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز ده اسم واحد. مثلا الاسم من العاقل معناه إيه؟ هو. فين الفعل المساعد هنا؟ تاني كلمة is. يبقى هو is the writer. مين الكاتب؟ بس يا عم. طبعا دي الإجابة ما حطيتهاش هنا. What is the title of the novel؟ إيه عنوان الرواية؟ هنا مكتوب لك هنا علامة تعجب. علامة التعجب ديت هو بيديها لك أصلا عشان تكتبها فوق.
يعني لما تلاقي اي محادثه فيها علامه تعجب قدامك شله حطها فوق، هي دي تبقى الاجابه. السؤال في فعل مساعد يبقى الاجابه بيس او نو، فهتقول يس ات از او نو ات از. بس يعني هي دي المحادثه اللي كلكم مش عارفين تحلوها واحده واحده. انا ببص قدامي كان عايز سؤال ولا عايز اجابه، والاجابه ديت بيكون على اجابه على السؤال، السؤال بقى استفهام ولا فعل مساعد بس. غير كده محتاج تكون سوفت سكيلز بقى، زي مثلا شكرا، ثانك يو، العفو، يو ار ويلكم، او دونت منشن ات، هير يو ار، اتفضل، او ذاتس نايس، هذا لطيف، او نايس تو ميت يو، شكرا لمقابلتك. في كده يعني جمل المفروض انت عارفها يعني في ثالثه اعدادي يعني. I'm trying a man who wants to buy a pair of black shoes. في راجل عايز يشتري جوز من جزمه سوداء. Excuse me, I am trying to find a pair of black shoes. أنا بحاول أدور على جزمة شوز. قال له هنا مقاسي 44. أقول له إيه مقاسك؟ ما المقاس؟ what size؟ ما لون؟ what color؟ ما شكل؟ what shape؟ ما هو ما الهواية؟ what's your hobby؟ إيه المفضل عندك؟ what's your favorite؟ what size a pair of black shoes تبقى أهو do you need؟ قال له جاست اميت، ثانيه واحده جرب ده. قال له اتس تو تايت، تايت يعني ضيق جدا قوي عليا. قام جاي قال له ايه بقى الجمله هنا؟ قال له ممكن تشوف ده. هيقول له انا هنا ايه ضيق قوي، ضيق قوي، انا كده عايز واحده ثانيه. I need another. I need another one. You can't see this one. ممكن تشوف ده. فسأله سؤال قال له yes it's very nice. اهو سؤال اهو، اجابه yes او no. اقول له ده لطيف عليك اهو is it nice. قام جاي قال له ده 500 جنيه. فهقول له كام الثمن؟ كام الثمن معناه ايه؟ how much. how much بعد كده is it. قال له اتفضل، شكرا لك، حد لك شكرا، هتقول له ايه؟ العفو، you are welcome. ممكن تقول له don't mention it، ممكن تقول له I appreciate it، حاجات تانية كتير جدا. don't mention it ولا يهمك. انا بحل دي ازاي بقى يا صديقي؟ اول حاجه ترجم الكلمات اللي فوق دي. strength معناها قوه، confidence معناها الثقه، resilience معناها المرونه، abilities معناها قدره، weakness الضعف. You should have some important values which help you in your life, such as not, which helps you overcome life's challenges. Self-not is a very important quality as it makes you sure of your not and qualities. You should also know your not and your weaknesses. بص يا حبيب قلبي، انت لو خدت في الكلمات انت المفروض يكون عندك القيم المهمه جدا عشان تساعدك في حياتك. زي ايه؟ اللي هتخليك تتغلب على مشاكل الحياه، تحديات الحياه. سيلف ايه نقط مهم جدا، صفه مهمه جدا بتخليك واثق من نفسك. يور ايه وكواليتيز صفاتك. يو شود هتلاقيها كده في الديفينيشن، تلاقي كده كده على بعضها كده في الديفينيشن، وهتلاقي ده كده على بعضها كده في الديفينيشن، في التعريفات اللي قلت لك مهمه جدا جدا جدا، عشان كده قريتها معاك. يو نو تعرف ايه وضعفك. such as not خليك واحد يتغير على مشاكل الحياه. ليه يتغير على مشاكل الحياه؟ strengths قوه، حاجه بتخليك واثق. ايه الثقه؟ confidence. حاجه واثق من ايه بقى؟ من قدرتك. abilities. انت لازم تعرف ايه بقى؟ يور ايه اللي اسمه ده weakness. كلمة هنا strengths المفروض تبقى هنا قوتك وضعفك. ديت الريزيلينس، معلش هنا resilience، وكلمة weak و strengths weakness هنا، ودي مش هتيجي.
شُفت بقى غلطة زي دي كده ممكن تخلّيك تغلط غلطتين، فأنت بتجيب واحدة مكان واحدة، واللي أنت جبتها مكانها فبيكون غلط، فلمّا تغلط غلطة بتغلط غلطتين، عشان كده باقول لك ده بالذات لازم تركّز فيه وتقراه كويس أوي. يالّا حل دي. mind عقل، leg رجل، save ينقذ، heart قلب، إنما التانية heart معناها يؤذي أو يضر، medicine الدوا أو طب. دكتور مجدي يعقوب اتولد في مصر سنة 35، هو كان صغير وكان بيستمتع بالقراية عن العلوم وإيه؟ ميديسن طب دي رقم واحد. when his father's sister لما his father's sister أبو أخته مات died from إيه بقى disease مرض القلب. اتنين مجدي شعر بالحزن، هو ابتدى إن هو يتعجب إزاي الدكاترة قدروا إن هم إيه people with heart problems سيف ينقذوا الناس من مشاكل الحياة. رقم تلاتة كوتشن ستيد السؤال فضل فين؟ في عقله، لكن مش فضل في رجله يعني. دول بيقولوها بقى على فكرة ريزد انيمالز معناها رب الحيوانات. بوي دي اشتغلت تبقى جايبها كلمة جبت، دي كلمة جبت. جوز ديت معناها وز. بيقولوا الحاجات دي بقى وحلوها سهلة أوي، سيلف كونفيدنس هتلاقيها في الأول خالص. الأمانة بقراها في البيت. الفشل أنت تفهم الفشل إن أنت تفهم صح، هاي دي رقم واحد. التواصل الكويس جدا بين الناس بوند العلاقة. أخوك وأخواتك أشقاق سبلينجس. أنت تظهر الاهتمام والرعاية للآخرين respectful. تدي المساعدة والتشجيع supportive داعم. تشارك الأفكار والمشاعر واعتقاداتك. تلاقي الحل. أنا بصوا أنا واحدة زي ديت، أنا واحدة زي دي مثلا مش متأكد في حلها، مش متأكد في حلها، أسيبها وأركز على اللي بعدها. يعني ليه أنا متأكد من بعدها، متأكد من دي إن دي annoyed وأبسط منزعج اللي هي كلمة frustrated اللي هي رقم 9 اللي هكتب دي هنا يعني frustrated. يعني أنا في مبدأ الإنجليزي بالذات ببدأ أحل مبدأ الاستبعاد. مبدأ الاستبعاد الحاجة اللي أنا واثق منها بحلها، الحاجة اللي مش واثق فيها ما أعملهاش. أنا مش عارف كذا أسيبها، أنا مش عارف كذا أسيبها. أنا في الاختيارات عارف إن الأربعة دول مستحيل هم ما ينفعش، فاختار الخمسة. ماشي. having a purpose or deep importance عندك غرض كويس جدا أو معنى كويس جدا، هي كلمة meaningful. الحركة أنت تظهر المشاعر، اسمه ده لا فرستريتد محمد قلناها، وقلنا share thoughts دي communicate يتواصل، وقلنا meaningful. find solution دي كلمة resolve بيستشعر توقيع هنا. the absence of sound غياب الصوت، غياب الصوت اللي هو silence. تبني العلاقة مرة تانية reconnect again ربطها بكلمة reconnect. حاجة توقفك انت تدفع الانتباه distraction تشتيت. الخطة أو الاقتراح لاعتبار الآخرين proposal الغرض أو الاقتراح. أنت تبحث عن المعلومات في حاجة معينة research بحث. ما تستسلمش لحد ما تحقق هدفك، واحد عنده إصرار determination. القدرة أن تدفع الاهتمام مختلف جدا لما تكون خايف courage الشجاعة، قدرة أنت تعمل حاجة حتى وأنت خايف منها courage. given or used أعطي، يستخدم حاجة أكتر من شخص، حاجة مشتركة shared. جدير بالثقة يستحق be worthy deserve. قدرة طبيعية talent يعني ايه؟ ممتازة. خدي بوسة، خدي سكر، خدي شوكولاتة. البرافكس والسافكس بقى.
كلمة relation لها نفس المعنى بتاع كلمة بوند، معنى. understand عايز اخليها كلمة opposite اللي هي العكس اللي هي الضد، تبقى miss. كلمة sad حزين، عايز antonyms يعني عايز ضد عكسها، تبقى كلمة جليد مبسوط. جريد دي معناها طماع أو جشع. lazy دي كسول، أنا هابي مش سعيد. important مش مهم. السفكس هنا عايز يقول لك get the noun، عايز يجيب الاسم. importance أهمية. important مهم صفة، importance أهمية، وأنا خدت ال INS وال NESS الصفات كلها. encouragement الشجاعة وسبورت، encouragement الشجاعة وسبورت الدعم، الاتنين دول إيه؟ synonyms. antonym of the word noise، noise معناها ضوضاء، عايز عكسها الصمت الهدوء silence. معناها again مرة أخرى. fix لكلمة إيه؟ معناها repair، repair ده معناها يصلح، هي وفيكس معناها يصلح، يبقى الاتنين سينونيم. كلمة strength دي قوة، عايز get the verb، verb يعني فعل، يبقى نحط لها en strengthen معناها يقوي. strength قوة، strong قوي، strengthen يقوي دي فعل. عكس كلمة meaningless، meaningless لسه تقول عكس المعنى يا عم. meaningful opposite ضد. والله انت لو يعني مش عايز اشتم فيها شتيمة. I need to meet the manager face to face، محتاج اقابل الوش واحد لواحد، محتاج انا هقابله في وسط الناس ولا in person شخصيا، محتاج اقابل المدير وش لوش كده لوحدنا كده على الارض محايدة واللي نغلبه يلعبه. My father always gives us support and encouragement، ده بيدينا التشجيع والدعم. معناه كان هو ايه supportive يعني ايه؟ داعم. جريدي معناها ايه؟ لسه قايلها من شويه، جشع وطماع شاطر. طب فاني معناها ايه؟ مضحك، دمه خفيف مرح. لك انت واد فاني ها ها ها. سامريز يلخص، سامريز يلخص، سام اب يلخص، قلت لكم انا بشرحها. ستارت وبيجن الاتنين معناهم يبدا. ديليت معناها يمسح. resolve معناها يحل. to find the ايه solution معناها حل. difficulty الصعوبة. exam امتحان، problem مشكلة. he always use body language. هو دايما بيستخدم لغة الجسد body language الحركة والتعبيرات. in similar meaning to not physical معناها بدنيا. soul معناها روح، يقول لك my soul انت روحي. mind عقل. mental ذهنيا. I have two sisters and two brothers، أنا عندي أختين وأخين. سبلينجز معناه إيه؟ أشقاء. when he nodded معناه حرك براسه كده. when he nodded we know that he not agreed، لما حرك براسه كده عرفنا إن هو كده إيه وافق. طب ليه مثلا ممكن يكون رافض؟ ما هي يا باشا disagree بتساوي كلمة refuse، الاتنين دول معناهم واحد، يطيروا بعض. وفيلد معناه يفشل. في الإنجليزي لما تحل الجملة لما تلاقي اتنين نفس المعنى طيرهم. The tea is too hot to drink. the tea اللي هو الشاي سخن جدا هو تشرب، على فكرة بتفيد الصفة السلبية النيجاتيف. سخن جدا مش قادر امسكه، تقيل جدا مش قادر اشيله. is too صفة to not، this means I not drink the tea، لا I can't مش قادر، صفة سلبية. ممكن استبدل replace the cause معناها يسبب. what is the cause of the accident، ايه سبب الحادثة؟ reason، بس reason حرف الجر بتاع for بيبقى انا verb ing. لو قلت reason why يجي بعدها جملة. fight يقاتل، عايز معناها هنا ايه بقى؟ argument معناها يجادل. agreement اتفاق. swimming السباحة. recipes وصفات. أسئلة الكتاب بقى طلب التقييمات، أسئلة بتيجي في الامتحان بقى. I Sarah and her not play business together. every weekend، أكيد مش بتلعب مع أعدائها يعني، مش بتلعب مع الصخور. تبقى الإجابة إيه؟ سبلينجز أشقاء. فكروا في دول كده على مظبوط البتاع ده. فكر يلا وحل يلا. The internet was very slow last night. الإنترنت كان بطيء جدا ليلة امبارح. اتصال الإنترنت connection.
invention دي اختراع، solution دي حل، direction دي اتجاه. my best friend is always صديقي المفضل دايما ايه when I have a problem لما يكون عندي مشكلة دايما بيكون داعم ليا supportive. الصحاب الجد وقت الجد بتسد، الصحاب اللي بتتنساش عن حد. ما تنساش تصلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي، صلي على النبي. ايوه عشان يعمل فيديو يقول لك صلي على النبي. good helps people understand each other better. يقول لك good ايه كنا نتصل كويس communication. good not is the key to strength relation علاقة كويسة جدا اتصال كويس good communication. the best way أفضل طريقة لإيه عشان تحل المشكلة resolve. means emotionally عاطفيا or physically not مش قريبين not close معناها كأنهم إيه بعاد، إحنا بعاد جدا أوي لطيف distant معناها بعيد أو معناها مسافة. appreciate دي نقطة شيء على فكرة. appreciate معناها يقدر أو يحترم. هنا ويقاد ايه عشان نخلي لا دي appropriate معلش appropriate معناها ملائم. appropriate change the antonym. we add the not into appropriate to change it to the antonym عشان نخليها العكس. suffix appropriation inappropriate الكلمة اللي تيجي في البداية prefix بداية عشان تخليها ضد. صلاح his fame when he played in England. شهرة دي حاجة معنوية. earn بتيجي مع كلمة money earn money يكسب فلوس. won بتيجي مع حاجة ملموسة يعني won prize جايزة win medal ميدالية. lost دي يخسر يبقى gain دي كسب. نفس كلمة win عكسها كلمة lost. في كلمة تانية معناها miss دي معناها يفقد أو يوحش. أنا فاتني الأتوبيس أنا وحشتني الميس بتاعتي كده يعني. حسن decided to not responsibility to his form. حسن ايه ياخد المسؤولية take responsibility. ولا رايت يكتب ولا دو يفعل ولا ميك يصنع. يلا نكملهم حل. if هنا ماضي تام الناحية التانية would have والتصريف تالت. هنا would have تصريف تالت هنا الناحية التانية ماضي تام had والتصريف تالت. هنا هاد والتصريف التالت الناحية التانية would have والتصريف التالت بتاع ميت. هنا would have والتصريف التالت الناحية التانية had والتصريف التالت الصديق زي ما هي would have been. had والتصريف التالت الناحية التانية would have التصريف التالت لفعل نحط لها ed succeeded. would have التصريف التالت الناحية التانية had والتصريف التالت للفعل. if he had trained الناحية التانية تبقى would have played. الناحية التانية would have تصريف تالت للفعل الناحية التانية had والتصريف تالت للفعل. جه الحل دول قلنا المنفي بنسبته والمثبت بنفيه. يعني if I didn't see him because I stayed أقول لك كده if I hadn't stayed at home صلى على النبي I would have seen him. بس يا عم ده حلناه وده حلناه. تعال نشوف دي كده. سلمى ومنى بيخططوا لنزهة خلوية. how are you كيف حالك؟ لما حد يقول لك how are you تقول له I'm يوسف. how are you I am fine thank you. أنا بخير شكرا لك. we are planning a picnic for tomorrow. احنا بنخطط لنزهة خلوية بكرة. what do you like to join us تحب تنضم لنا؟ الله I'd love to أنا بحب كده. قال له للمنتزه جارد حديقة المنتزه فقال له فين؟ ممكن اقول لك كده to where الى اين. دي طريقة. او ممكن اقول لك احنا رايحين فين where are you planning to go. to المنتزه جاردن قام جاي قال له علامة تعجب هنا exclamation mark.
انا جاي اساله سؤال، قال له انا شايف ان الطقس هيكون كويس، التنبؤات بتقول كده، انا احنا نستمتع بالرحله بتاعتنا. هيقول له كده اتس اميزنج، ده رائع جدا، او وندرفul، ممكن اقول واو يا عم بس وتبقى صح. انا شايف ان الطقس هيكون كويس، التنبؤات بتقول كده. what about the weather، ايه عن الطقس؟ او مثلا what do you think the weather، اهو what will be the weather tomorrow، what will be the weather tomorrow. I hope احنا سنتها بالاجازه في وقتنا، اقول له كده ايه thank you، شكرا لك. تعال حل دي كده. spellings good your parents have spellings. بص يا حبيب قلبي، في حاجة عليها جدا، السعي مش مرتبط بالنتيجة. قوله تعالى أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سعيه سوف يرى، سعيه سوف يرى، دي معناها ان تعبي واجتهادي انا هشوفه. طب نوحد الواحد ونصلي على رسول الله. طب تفسر بايه؟ ازاي انا ذاكرت واجتهدت وفشلت؟ ما النتيجة مش بتاعتي، بتاعت ربنا، انما التوفيق والاجتهاد من عند الله. ده حتى السعي اللي بتسعى رزق من عند ربنا، ده حتى اجتهادك والهداية اللي ربنا منزلها عليك من عند ربنا. ربنا قادر على كل شيء، وربك قادر في لحظة في ثانية يغير لك كل ده. طب ايه بقى ان سعيه سوف يرى؟ دايما بقول لنفسي يا صديقي ان انا هاخد سعي واجتهادي ده لو مش في الدنيا هاخده في الاخرة، واتمنى ان اخده في الاخرة، اتمنى ان هو يكون الجنة، اتمنى ان انا اقابل التوفيق ده سبب لدخول الجنة. ان سعيه سوف يرى ده حدث وخبر مؤكد من عند ربنا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اجتهد وتعب توصل لحلمك. في حاجة تانية عايز اقولها لك، المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب مش بتأثر على حياتك بس، دي بتأثر على كل اللي حواليك. انت لما يكون انسان مليء بالمعاصي والذنوب، انا هحكي لكم انا عن نفسي، انا كيوسف قربي من ربنا، مش بصحى من النوم الاقي نفسي شيخ وقرآن وبصلي الفجر ملتزم بأذكار الصباح والصلوات الحد كلها، لا. فجأة تلاقيني بقطع ويوم ملتزم يوم لا، بس بجتهد وبسعى وبحاول اقرب من ربنا. خلي ربنا دايما معاك، ربنا هو السند الواحد، ربنا هو السند والداعم الوحيد ليك. ربنا هو الوحيد اللي قادر ينجيك من كل المشاكل ومن كل حاجة وحشة في حياتك. ربنا اللي قادر يبعت لك سبب لأي حاجة هتحل لك في حياتك. والعلاقة بين السبب والمسبب ان السبب لاي حاجه تحصل لحياتنا هو ربنا، واحنا كلنا اسباب. المسبب هو ربنا، احنا كلنا اسباب. لازم تؤمن وتقتنع بده جدا جدا، مليون في المية. اللي اتمنى المراجعه تكون استفدت بيها، مراجعه تالتة اعدادي. اي حد عنده سؤال او استفسار او اي مشكله يكتب لي في الكومنتات. معاكم مستر يوسف الشافعي، مدرس لغه انجليزيه. واسيب لكم رقم تليفوني دلوقتي، لو حد عايز مني اي حاجه يقدر يبعت لي على الواتس. ولايك وشير وكومنت والفيديو، شير لكل احبابك لكل اصحابك لكل حبايبك. الفيديو لو عجبك شير في كل الجروبات وكل الرومات على الفيس وعلى الواتس، جروبات المدرسه، مراجعه ثالثه اعدادي، شرح وحل فرم كل حاجه. ده رقم التليفون بتاعي لو حد عايز اي حاجه.
دي 6 ماشي؟